أخيرا أثمرت الجهود المكثفة التي بذلها الأمين العام السابق كوفي عنان للتوفيق بين أطراف الأزمة الكينية، وجمع كلا من الرئيس كيباكي وغريمه زعيم المعارضة أودينغا للتوقيع على اتفاقية من شأنها أن تعيد الاستقرار لكينيا. الاتفاقية التي تم توقيعها خارج مكتب الرئيس في نيروبي نصت على تولي أودينغا منصب رئيس الوزراء ومنحه صلاحيات تنفيذية واسعة. أودينغا سيكون له نائبان، أحدهما من حزبه والآخر من حزب الرئيس كيباكي، في حين سيقتسم الحزبان الحقائب الوزارية مناصفة. ومن المقرر أن يتم افتتاح البرلمان الكيني رسميا الخميس القادم، حيث سيصدق على الاتفاقية. كوفي عنان وصف الاتفاقية بالبداية الجيدة. إن دعم اتفاق السلام هو السبيل إلى توحيد كينيا، وهو الحجر الأساس للمصالحة الوطنية، وهذا أمر في غاية الأهمية ليس فقط بالنسبة للكينيين ولكن للمنطقة بأكملها. دور الاتحاد الإفريقي لم يكن غائبا، فرئيس تنزانيا بصفته رئيس الاتحاد أشاد بالتقدم الذي أحرزه الفريقان، مؤكدا أن الاتحاد لن يتخلى عن كينيا. أملي أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الشعب الكيني من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. كيباكي وأودينغا أعربا من طرفيهما عن ارتياحهما لما تم تحقيقه، وأكد استعدادهما التام لتنفيذ الاتفاقية. بتوقيعنا هذا الاتفاق نكون قد فتحنا فصلا جديدا في تاريخ بلادنا، وعلينا جميعا أن نلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق. ستقوم حكومتي بكل الجهود التي من شأنها تنفيذ هذا الاتفاق حتى نحقق النتائج التي نريدها جميعا. الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء الكينيون يعطي مؤشرا على أن الأزمة السياسية ربما أوشكت على الانفراج، لكن حتى يترجم الجانبان هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يبقى الكينيون بين تفاؤل لنهاية الأزمة وبين خشية من انهيار المحادثات. عمر محمود، الجزيرة، نيروبي.